السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد، وربنا يجعل ايامكم كلها هنا وخير وسعادة يا رب العالمين، ويجعل لكم من كل دعوة استجابة يا رب العالمين يا رب. فيديو النهاردة روتين جديد كده، عايزين كده نصلي على النبي الاول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونبتدي الفيديو بلايك واشتراك في القناة لو انت مش مشتركة. الفيديو بتاعنا النهارده روتين كده زي ما اتعودنا، يشجع ويدي طاقة ونشاط. الجو حر وفرهدة، بس احنا مضطرين طبعا نقوم بقى ونشوف بيتنا وحياتنا، ومش هنقعد يعني ومش هنكسل. مضطرين برضو نقوم عشان الحاجة اللي ورانا ما تتراكمش علينا، ونيجي بعد كده نقول هنعمل ايه وهنسوي ايه ومحتاجين حد يساعد معانا. فانا الحمد لله استعنت بالله وقلت يا رب ساعدني كده واقدر اقوم، لان بجد الفترة دي انا بقيت بقوم بالعافية قوي قوي قوي. زي ما حبايبي كلهم عارفين ان انا دخلت خلاص بقى الشهر الثامن، فده من الشهور اللي بتتعبني نفسيا بصراحة، ما بحبوش، ما بحبش الشهر ده وبخاف منه، وكمان كله تعب يعني كده، وانا اصلا كده كده اصلا انا تعبانه. وكان الدكتور قايل لي ايه، راحه وكده، ومفيش واحده عندها اولادها ترتاح بصراحه. آم، يعني لازم هتقوم وتشوف ولادها وتشوف بيتها. مش هينفع يعني نفضل قاعدين كده ومرتاحين. فالحمد لله على قد ما بقدر يعني بقوم اعمل اللي ورايا، وعلى قد ما ولادي بيقدروا بيساعدوني. ما بصورش معاكم كتير في اوضه الاطفال بسبب ان انا من وقت ما نقلت اوضه الاطفال في اوضه النوم هنا، وانا او يعني من بعد ما حملت برضو اكتر بقيت سايبه الاوضه دي لولادي بصراحه. بخليهم ايه هم بقى يروقوها، يغيروا الملايات، آم، ينضفوها يعني على طول كده. هنا الملايات كانت متغيره من قبلها بيوم، فكانت نظيفه، فما كانتش محتاجه ان انا اغيرها، فانا روقتها لهم بس يعني كده. انا بخليهم بقى ايه مثلا كده يغيروا ملايات بقى، اوقات انا بغيرها لهم، بس هما دايما اللي بيكنسوها. ينضفوا كده مكانهم كوبايه مثلا ولا حاجه، فايديهم في الاوضه هم على طول، يعني هم ايديهم في الاوضه اكتر مني. انا بقى عليا باقي الشقه، فلازم اعودهم ان هم مكانهم يبقى نضيف، اوضتهم نظيفه، حاجتهم كده نظيفه، ويعملوها بايديهم عشان يتعودوا كده على طول. مش يتعودوا، مش يكونوا متعودين ان ماما هي اللي بتعمل لهم يعني كل حاجه، لا لازم هم يتعودوا وعارفين ان دي اوضتهم، وهم اللي هينظفوها وهم اللي هيغيروا ايه يعني الملايات بتاعتها مثلا. لو انا تعبانه، لكن لو مش تعبانه بروقها لهم انا. طبعا السرير التالت ده في نفس الاوضه وفي مكتب وكده، فده سرير ياسين. كنت حاطه له ملايه طبعا مختلفه شويه عشان ما فيش ملايه تالته ماشيه مع الملايه بتاعت البنات. فانا عشان ما عنديش اوضه تالته، الاوضه التالته مفتوحه ريسبشن وكده، ودي مشكله بصراحه في وجود اطفال بعد كده. فايه فحطيت له طبعا سرير تالت هنا في الأوضة الكبيرة. فالملاية دي عندي من وقت فرحي، فبصراحة قاعدة حلوة يعني، فحطيتها له. هي ملهاش خدادية، كيس خدادية، فأنا ايه حطيت له كيس مختلف يعني كده. تمام، بس يعني ده أقرب حاجة ليها. جيت هنا للكومودينو اللي عايز يترمي في الزبالة ده، جيت بقى كده لميت الحاجة اللي عليه وهمسحه، وهبتدي بقى ايه أكنس بقى كده الأوضة. ناوية ان شاء الله انضف لهم الاوضه كده في الحيطان، يعني امسح الحيطان وكده، بس ايه كمان كام يوم كده يعني على قبل الولاده على طول. فانت دا لازم دايما تكوني معوده ولادك ان الاوضه بتاعتهم دي هم يروقوها اكتر منك وينظفوها اكتر منك، لان دي اوضتهم ومكانهم ويعتبر يعني دي حياتهم، يعني يعتبر عن باقي الشقه، لان بيقعدوا فيها بقى بيذاكروا بيلعبوا بيناموا. فده مكانهم الاساسي الاول، الاساسي الاول اكتر من الشقه كلها، لان في بعض الناس ما بتحبش ولادها تقعد في الانتريه ولا تقعد في باقي الشقة، دايما بيبقوا قاعدين في اوضتهم بقى عاملينها اوضة معيشة وحاطين شاشة مثلا وكده. وزي ما عارفين اوض النوم بتبقى برضو دايما مقفولة وكده. فايه اوض الاطفال دي بتبقى ده حياتهم بقى، لعبهم وكل حاجة. فايه لازم هما دايما اللي يكونوا هما اللي بينظفوها، ويتعودوا على كده، ويبقوا عارفين كده، ويبقوا عارفين ان هما يقعدوا في مكان نظيف، وان الملاية خلاص اتبهدلت خلاص هنغيرها ونحط واحدة جديدة. لو ولادك صغيرين خالص ما بيعرفوش، لازم انت اللي هتغير لهم طبعا الملايات، بس ايه بقى يكونوا واقفين معاكي، يشدوا بقى الملاية من هنا، يشدوا الملاية من هنا، اللي هو بيظبطوا معاكي ويساعدوكي. مع الوقت هيعرفوا، مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة، كل حاجة بتيجي بالتعود.
هتعوديهم على حاجة هيستمروا فيها وهيتعودوا عليها. ما عودتهمش خلاص انت اللي هتبتدي بقى اللي تشيلي الليلة كلها، انت اللي هتنضفي وانت اللي هتروقي وانت اللي هتغيري وانت هتبقى عليكي ايه كل حاجة، فهيبقى ضغط عليكي. وخصوصا لو برضو عندك بيبي صغير او عندك مثلا او حامل يعني مثلا كده. لكن انا لما عودت ولادي الحمد لله انا دلوقتي مرتاحة في الحمل ان هما بيساعدوني. يعني انا عندي ابني ما شاء الله في اولى اعدادي داخل تانية اعدادي، وعندي بنتي داخله سنه 6 دول الكبار. ف فايه يعني اللي هو مريحيني يعني شويه، بخليهم دايما ايه يساعدوني. وعندي برضو ساجده داخله تالتة ابتدائي اهو، فايه انا عودتهم دايما يساعدوني. اللي علمته لهم انا دلوقتي بحصد رغم ان هم صغيرين، بس برضو مش قوي يعني فاهمني. على حسب ما انا عودتهم. في اطفال قدهم واكبر منهم ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه، بيعرفوش كده يظبطوا حتى السرير مكانهم. طب وعلى ايه؟ ما ينفعش نستناهم لما يكبروا وبعد كده نقول لهم لا تعالوا اعملوا وسووا وسووا وسووا. هيبقى ضغط عليهم وهيبقى تعب عليهم وهيبقى تقيل قوي عليهم. لكن منهم منهم هم صغيرين كده يبتدوا بقى يساعدوا، بقى يبتدوا بقى يشيلوا الحاجة يلموا اللعب. هنا بقى هيتعودوا على كده من نفسهم، هتلاقيهم هما بيلموا وبيشيلوا وعايزين يروقوا. لكن لما تسيبهم لغايه ما يكبروا هيبقى تقيل قوي عليهم. يعني حتى ابني انا بخليه برضو يساعد، مش ما بخليهوش يساعد. يعني مش عشان ولد ما يساعدش، لا هو الكبير هو اول واحد عودته كده، وكنا بنعملها كهزار كلعب. تعالى ساعد ماما وبنتي برضو تعالي ساعدي ماما، ونقعد بقى كده نعملها كلعب وهزار، واقول برافو ان انت عملت حاجة كبيرة. واقول بقى يعني او باباهم يعني انهم عملوا النهارده وساعدوني. فالولاد بتتشجع، الولاد بتفرح، الولاد بتتبسط. فواحده واحده بيتعودوا بقى بالطريقه دي. لكن لو ما عودتهمش انت بقى اللي هتشيلي الليله كلها زي ما قلتلك في التعب والمسؤوليه. وهترجعي تقولي ليه ولادي ما بتساعدنيش او ما بتنضفش مكانها. طبعا الولاد برضو مش دايما، مش 100% يعني دايما بيكونوا شطار يعني. لا بيجي لهم برضو اوقات كده بيبقوا مش عايزين يروقوا ولا يساعدوا ولا اي حاجه. بس ايه احنا طبعا ايدينا معاهم ونتكلم معاهم على طول ان هم لا يعملوا ويسووا ويساعدوا. مع الوقت كده يعني هتلاقي نتيجة يعني شوية. المهم يا بنات هنا كنت بعمل معاكم الغدا كده، فكنت بعمل فراخ يعني في الشوربة بعملها على طول كده بطشة. وبتنجان هنا معايا غسلته برضو، وهبتدي دلوقتي ايه اغسله يعني كويس كده. انا بحب البتنجان جدا يعني في كل انواعه بقى، محشي مسلوق مقلي بابا غنوج اي حاجه. بس ما بحبش المحشي يكون اسود، يعني بحب بتنجان محشي يكون ابيض. تمام. فتابعوا معايا كده الغدا، هتشوفوا الغدا النهارده كده وانا بعمله، ولو في اي تفاصيل هتكلم برضو معاكم فيها على الغدا. بس في نقطة هنا انا كنت عايزة اقولها لكم بصراحة، لان عندي مشكلة كبيرة في القناة ومش عارفة اعمل ايه، ودي حاجة بصراحة مضايقاني جدا 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 ومزعلاني والله. يعني انا كان عندي قناة قديمة، للناس اللي عارفة يعني ان انا كان عندي قناة قديمة وقعدت فيها تقريبا ما يقارب ل3 سنين كده، وبعد كده القناة حصل فيها مشكلة وسبتها. قعدت فترة ما بشتغلش خالص، وبعد كده انا بحب شغل اليوتيوب فابتديت فتحت قناة تانية. فاتحة القناة دي بقالي سنة وكام شهر. تمام. في الاول كنت شغالة عليها وكان عليها مشاهدات عالية وكده، والدنيا كانت تمام معايا والحمد لله. يعني ربنا ميسر الحال فيها في المشاهدات وكده، يعني حبة كده وحبة كده. فجيت بقى ايه، انا كملت دلوقتي كام، كملت سنة وكام شهر. فبعد السنة يعني مثلا سنة وشهر، الشهر الاولاني بيتخصم الساعات بتاعته. فانا عندي اكبر 3 فيديوهات عليهم مشاهدة في القناة كانوا اول كام شهر لما فتحت القناة. ف دلوقتي انا وصلت للفيديوهات دي، فالساعات بتاعتهم بتتحسب. في فيديو معدي ال100 ساعة، وفي فيديو معدي ال300 ساعة. فدلوقتي الساعات الكتير قوي اللي كانت عندي دي بتتحسب. فانا الايام دي قلت خلاص ابتدي ارفع منتديات وابتدي ايه اشتغل على طول على طول،
مع ان والله ما كنتش بقصر قوي في القناه غير غصب عني، يعني لما يكون في ظروف قوي، لان انا مش من الناس اللي بتعرف تصور في اي وقت، او مش بعرف مثلا كده يكون عندي اي ظرف افتح الكاميرا بسرعه كده واقول حصل وحصل وحصل. ما بعرفش، ولادي تعبانين ما بعرفش اصور، انا تعبانه طبعا ما بعرفش اصور، جوزي في حاجه ولا في مشكله ولا في حاجه ما بعرفش اصور. فده الوقت اللي كان ممكن يأخرنا عن القناة شوية. طب انا دلوقتي برفع منتديات عند قنوات كبيرة، والمنتديات اللي برفعها دي برفعها بفلوس، فمنكرش ان هو اوقات بيجيب لي ساعات حلوة. طب انا دلوقتي الساعات اللي بتيجي دي ملهاش لازمة، لان الساعات القديمة بتتخصم، فالساعات القديمة بتتخصم وبيجي الجديد يعتبر هو ده اللي اتخصم اقل من اللي اتخصم، يعني اقل من اللي اتخصم. فاهمني؟ يعني انا ممكن اصحى يوم عندي فيديو مثلا عامل 10 ساعات مشاهدة، 10 ساعات، تمام، فاقول ايه الحمد لله هيدخل لي 10 ساعات، اتفاجئ ان انا نازل مني 20 ساعة، يعني 10 من القديم و10 من الجديد. طب انا دلوقتي تعبي في الفيديو الجديد راح عليا، وتعبي في المصاريف اللي دفعتها في المنتدى راح عليا، وانا حامل وفي الشهر الثامن وخلاص هولد كمان شهر او 35 يوم مثلا. فدلوقتي انا مجهود عليا ان انا اشتغل كل يوم فيديو، تمام، وفي الاخر الاقي المشاهدات بتاعته اتخصمت والساعات بتاعته اتخصمت، واجي برضو نفس الحكاية انا هولد. فطبعا وانا والدة مش هعرف اعمل فيديوهات فعلى فوق كده وارجع للقناة تاني، بتكون القناة نامت، وعلى بقى ما القناة تقف على حلها هلاقي كل الساعات القديمة بتاعتي راحت عليا. فانا دلوقتي بقالي زي ما قلت لكم سنة و4 شهور تقريبا اهو فاتحة القناة، فانا دلوقتي عندي مشكلة انا مش عارفة اعمل ايه. فبسألكوا عشان خاطر اللي عنده اللي عنده حل للمشكلة، او صاحبة قناة مرت بمشكلة زي كده، او حد يعرف حاجة اعملها. في ناس قالت لي اشتري، انا فاضل لي 1200 ساعة. في ناس قالت لي بدل ما ارفع منتدى اشيل اشتري ساعات. لما سألت في الموضوع قالوا لي لا ده بيضر القناة. فمش عارفة والله اعمل ايه، يعني انا مش عارفة، انا عايزة افعل القناة واخلص بقى وابتدي بقى اشتغل كده على القناة وكده. فمش عارفة، كان نفسي تتفعل قبل ما اولد، انا مش عارفة دلوقتي انا اعمل ايه، فلوس ودفعت وشغل واشتغلت، فمش عارفة والله اعمل ايه. الساعات بتاعتي القديمة بتروح، والنهاردة انا صاحية متضايقة جدا 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 فوق ما تتصوروا، وما كنتش ناوية والله اصور ولا انزل فيديو، بس مش عارفة والله، يعني انا ما قداميش حاجة تانية يعني غير ان انا هرفع منتديات والفلوس بقى. مش عارفة ان هرفع منتدى. طب ما هي الساعات اللي هتيجي بيتخصم زيها بره، هيتخصم زيها برضو. فربنا معايا، واللي عنده حل للمشكلة او فكرة يعني، او حد عنده قناة وكان عنده مشكلة زي كده يقول لي الحل بتاعها ايه. انا لما سألت كتير اللي لازم تنزلي في اليوم كل يوم فيديو، فانا مش قادرة بصراحة انزل كل يوم فيديو. انا الفيديو بقى بنزل يوم او يوم لا، وفي اوقات يومين لا انزلش فيهم فيديوهات لاني بجد تعبانة، وفي اوقات ما بقدرش اصور كل حاجة بعملها في البيت لان الجو حر وتعبانة، وممكن اعمل الاكل وانا قاعدة، يعني ممكن ابقى قاعدة كده واقول لولادي هاتولي كذا وكذا، واعمل الحاجة وانا قاعدة اللي محتاجة تتعمل بقى وانا قاعدة، وبعد كده اقوم بقى احط الحاجة على النار. فمفيش بقى اللي هي الطاقة بقى اللي انا اقوم كده اعمل الحاجة بقى على الرخامة قدامكم كده. فربنا يسهل لي الحال وييسر لي الحال يا رب، ويبقى في حل للمشكلة دي. المهم زي ما شفتوا كده سلقت الفراخ وعملت البامية. والبامية اللي انا الطماطم اللي حطيتها على البامية دي كيس من اللي انا مفرزاه جديد، اللي فرزته من كام فيديو كده معاكم. الفيديو بتاع الطماطم على فكرة ما جابش مشاهدات خالص خالص، يعني حتى ما وصلش ل 100 مشاهدة، بس الحمد لله انا راضية يعني. بس يعني القناة دي بجد لو حصل لها حاجة او حصل فيها مشكلة وتعقدت منها، انا مش هعمل فيديوهات تانية، او يعني مش هعمل قناة تانية او حاجة زي كده، لاني بجد انا دلوقتي بقالي اكتر من 4 سنين على اليوتيوب. في ال4 سنين دول عايزة اقول لكم ان انا صرفت اكتر ما خدت، يعني انا القناة دي لسه ما اتفعلتش، والقناة القديمة قبضت منها 3 مرات بس. قبضت بعد 2.5 سنين تقريبا شغل، وبعد كده حصل فيها مشكلة،
وما قبضتش غير لما كنت بعمل جروبات كمان انا وصحابي وكده، وشغل كتير 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 جدا، ما كانش بيجي من خلال المشاهدات كده وخلاص، لا ده انا وصحابي كنا بنعمل جروبات بقى، ونقعد طول الليل بقى نشاهد لبعض ونشير ونرفع لبعض منتديات. فكان الامر صعب قوي قوي عليا، فانا مش حابه موضوع الجروبات والحاجات دي تاني. فانا بشتغل دلوقتي لوحدي بس. فاتمنى من ربنا ثم انتوا تدعوا لي، يعني هو مفيش انا في ايدي دلوقتي حاجه غير ان انتوا تدعوا لي بس، اشوف حل للفيديوهات اللي بتقل عندي دي. لان انا ببقى فرحانه مثلا بالفيديو جايب لي 10 ساعات مثلا ولا حاجه، اروح اتفاجئ ان انا ناقص مني بال20 وال30 ساعه، فبزعل بصراحه، مجهودي كله كده بيكون راح. فالحمد لله ربنا كريم. والله السنة عدت بسرعة، والله ما خدتش بالي غير ان خلاص قربت اكمل سنة ازاي والساعات هتروح. اتفاجئت بصراحة يعني. المهم زي ما قلت لكم، كيس البامية اللي انا عملته ده، كيس الطماطم ده من الطماطم اللي انا مسبكاها كنت معاكم، فكانت حلوة جدا وسريعة بصراحة وبتنجزني. والبتنجان هنا قليته وعملت له كده الدقة زي ما انتوا شايفين، بيبقى حلو قوي جنب البامية. والفراخ هحمرها بقى دلوقتي. وعملت رز. بصراحة اليوم ده كنت طمعانة كده ان انا ما اعملش رز، بصراحة قلت اعمل بامية وبتنجان وفراخ بس. بس ولادي بيحبوا الرز جدا وجوزي برضو، انا من الناس اللي بتحب تاكل العيش، ما بحبش الرز والمكرونة قوي. فهم قالوا لي لا لازم تعملي بقى. فطبق البتنجان ده بصراحة اللي بينزل في قلبي كده، مش بينزل في بطني، بينزل في قلبي كده. ما بعملش اي حاجة فيها لحمة خالص الايام دي، حتى لو لاحظتوا ان انا بصور معاكم على طول يابانية فراخ يابانية فراخ، عشان انا طول ما انا حامل في ولادي كلهم ما بحطش اللحمه في بقي ولا بطبخها ولا بدخلها للشقه اصلا. فعشان كده ما بجيبهاش. ان شاء الله بعد الولاده بقى ان شاء الله كده نعمل مع بعض. وكمان انا هولد بعد العيد الكبير، يعني مش هاكل لحمه العيد الكبير ولا هاكلها لولادي، ياكلوهم عند عمتهم بقى وجدهم تحت بقى، وعند ماما بقى وكده، لحد ما انا اولد واقوم بالسلامه باذن الله. وربنا يا رب يرزق كل مشتاق يا رب العالمين، ويراضي الجميع يا رب العالمين. واللي نفسها في ولد ربنا يديها، واللي نفسها في بنت ربنا يديها، وكل اللي نفسه في ذريه صالحه يا رب العالمين ربنا يديه ويراضي الجميع ويكرم الجميع يا رب العالمين. ويقومني بالسلامه انا وكل اللي زي لولادنا وبيتنا، ونرجع بألف سلامه. بجد الواحده وهي حامل خصوصا في اخر كده شهرين، واخر يعني 3 شهور مثلا اكتر، اكتر وقت ده بتبقى الست نفسيتها تعبانه جدا جدا جدا. وبتبقى خايفه حتى لو والده قبل كده، والله بتبقى خايفه على نفسها وعلى البيبي وعلى ولادها. يعني بتخاف يعني على ولادها يعني وكده برضو. فبتتمنى ان هي تقوم بالسلامه كده وترجع لهم بألف سلامه. فربنا يقوم كل واحده حامل يا رب بألف سلامه، ويرزق كل مشتاق يا رب العالمين ويراضي الجميع. الفراخ كده حطيت عليها حته سمنه بلدي كده، ورشيت عليها توابل، يعني اللي هي السبع بهارات دول، وملح. وهبتدي كده احطهم تحت الشوايه. تمام. وده كان بقى الغدا بتاعنا النهارده. شايفين يا بنات بقى الباميه شكلها حلو قوي قوي ازاي، وكان طعمها جميل جدا جدا. والرز والفراخ حمرتها كده تحت الشوايه والبتنجان. والف هنا وشفا. وبحب اشارك، وده العيش اللي انا حمصته، انا بحب احمص قوي العيش كده، فحمصته وعملت لهم هم عيش طري. تمام. انا بحب اشارك معاكم الايام دي فيديوهات الغدا كتير، عشان خاطر بنحتار في الغدا وبنبقى عايزين نفكر بقى في هنعمل غدا وكده. حتى لو غدا تقليدي والله، بس يعني برضو بنبقى محتارين يعني. ممكن حد ياخد فكرة يعني من خلال الفيديو كده. فما تنسوش بقى اللايك واشتراك في كده في القناة، وتشاهدوا لي كده الفيديوهات. ولو حد عنده حل لمشكلتي يا ريت يقول لي والله عليها، لان بجد انا تعبت قوي في الفيديوهات الفترة دي، وكان نفسي افعل القناة قبل ما اولد يعني. فربنا كبير يعني ويساعدني ان شاء الله. المهم غسلت كده البوتاجاز، لاني بعد القلي البوتاجاز بيتبهدل جدا، فمسحته كده على طول. وما غسلتش المواعين بصراحه في وقتها، ريحت على بالليل خالص كده قمت غسلتهم، بس ما صورتش معاكم لان بجد انا كنت تعبت. فالحمد لله يا رب على كل شيء، وربنا يساعدني ويساعد كل اللي زيي. فادعوا لي كده دعوه حلوه، ربنا ييسر لي الحال يا رب ويكرمني ان شاء الله باذن الله. زي ما قلت لكم انا بقالي سنه شغاله كده يعتبر على الفاضي. فالحمد لله يا رب. كده فيديو النهارده خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.